سميتي سناء، في عمري 21 سنة. بدات القصة ديالي ملي كانت عندي 17 سنة. كنت واحد البنت اللي ظريفة بزاف وحنينة ونية، وكان الاب ديالي كيضربني على ابسط الحوايج. كان ديما كيعنفني على ابسط الامور. كنت كنتسنى غير امتى نخرج من الدار ديالنا ويجيني شي ولد الناس اللي واحد النهار دخلت الفيسبوك، لقيت واحد البنت في واحد الجروب بلا ما نكتب سميتو. بغات صحابات في الواتساب، دخلت عندها ولقيتها من نفس مدينتي، ولات صاحبتي وكنعاود ليها اي حاجه وقعت ليا. كانت ديما كتعمر ليا راسي وكتقول لي خرجي من الدار وهربي واجي لعندي. انا ساكنه بوحدي ويتيمه وخدامه، نعاونك تخدمي ونسكنوا بزوج ونتعاونوا. كنت ديما كنتردد. واحد النهار بالليل خليت كل شيء حتى نعس وجمعت حوايجي وكتبت في واحد الورقه انا غادي نمشي من هاد الدار. قبل ما نكمل القصه، الله يخليكم البنات، خليو لي ابوني لهاد القناه واشتركوا معايا في القناه وديروا لايك لهاد الفيديو، خليو لي كومونتير زوين. الله يخليكم، راني دائما كنعاود لكم قصص وما كنلقاش تفاعل بزاف. الله يخليكم، القصص ديالي اللي كنحكيها لكم زوينه وكتكون واقعيه، وكاينه اللي كتكون من الخيال. نتمنى انكم تبارطاجيو معايا القصه وفي نفس الوقت تخليو لي لايك لهاد لكم معايا. المهم نكمل. قالت لي نتعاونوا. كنت ديما كنتردد. واحد النهار بالليل خليت كل شيء حتى نعس وجمعت حوايجي وكتبت في واحد الورقه انا غادي نمشي من هاد الدار وما غاديش نعاود نرجع ليها. بابا، انا ما عمرني نسامحك، انت السبب. حطيتها وخرجت. صونيت البنت، سميتها مروه، عندها 23 سنه. قالت لي شدي طاكسي وعطاتني العنوان فين غادي نمشي. المهم هي فين ساكنه ومشيت عندها، وكنت خايفه بزاف وانا كنقول صافي دابا خرجت من الدار ما نقدرش نرجع. كنت مازال صغيره، يلا 17 عام، وما عارفاش راسي اشنو كندير، كنت هبيله. المهم بقيت كنتسائل واش والديا فاقوا، واش مشاو عند البوليس. بقيت كنسول واش طفيت التليفون ديالي باش ما يوصل ليا حتى شي واحد. منين فقنا في الصباح فطرنا وقالت لي مروه غادي نتحولوا من هاد المدينه، غادي نمشيو وهنا فين غادي تبدا تضيع حياتي. مشيت لهاديك المدينه سياحيه بدون ذكر الاسماء. كرينا واحد الدار في واحد الحي شعبي فيها 2 بيوت. داك النهار ما ريحناش، خرجنا ومشينا للصناع، كلينا ورجعنا. حتى لهنا كلشي كان عادي ومزيان، ولكن ما كنتش كنعس بالليل. ديما كنفكر دازت شي 2 ديال السيمانات ما وقع والو. واحد الليله بالسبت مروه قالت لي غادي نخرجوا نتعشاو في واحد البلاصه زوينه وغادي تعجبك. فرحت وعطاتني واحد الكسوه قصيره وطالقه شعري، جيت زوينه بزاف. كانت اول مره غادي نلبس بحال هكذاك. درت ليا ماكياج زوين. المهم خرجنا وصلنا لواحد مول الطاكسي، يمكن كتعرفوا. جات دانا وهنا غادي نتفاجئ، داتني لواحد الفيلا كبيره وزوينه بزاف. صراحه بقيت مصدومه وانا كنشوف هذيك الفيلا. ما عمرني ما قدرت انني نشوف بحال داك الفراشات ولا بحال داكشي. حنا كنا ناس من طبقه عاديه، وما عمرني ما خرجت بحكم انه بابا كان ديما مزيرنا في الدار. المهم في نفس الوقت كان عاجبني الحال وفي نفس الوقت بقيت مصدومه حيت كذبت عليا. سكت وما قلت والو حيت كنت ثقه فيها لواحد الدرجه اللي كبيره. دخلنا ولقيت بزاف ديال الرجال اللي كبار وباينين مهمين، وكاينين حتى البنات والماكله والشراب وداكشي اللي شفت عمرني شفتو في حياتي. دخلتني لواحد الصالون، قالت لي جلسي هنا، اللي بغيتيها قوليها انا غير هنا حداك، ولا بغيتي شي حاجه عيطي ليا. قلت لها صافي. بقيت جالسه ومصدومه ما قدرتش ناكل، ولكن كان فيا الجوع بزاف ما كليت. المهم شويه بقيت جالسه في بلاصتي. دازت ساعه تقريبا كل شيء مشى. تخلعت بقيت كنعيط مروه جات عندي قالت لي مالك يا صاحبتي، ياك ما كاين باس. قلت لها يلا كانوا هنا، فين مشاو؟ كل واحد وفين دخل. مع الفيلا كبيره كل واحد شد البيت. بقيت انا كنعيط على مروه فينك؟ قالت لي مالك يا صاحبتي، ياك ما كاين باس. قلت يلا نمشيو في حالنا. قالت لي تسني شويه ونمشيو. ويلي عاد جينا دابا. بقات كتضحك وسكتاتني ومشات دخلت لواحد البيت وسدات عليها. دازت 2 ديال السوايعات خرجت ومعها واحد الراجل ما شفتوش ملي دخل. صدمت من تما، عرفت اش كاين ولكن ما قلت ليها والو حتى مشينا للدار. قلت ليها اش داكشي يا مروه؟ قالت لي ويلي ما تخافي من والو، واش ما كتثيقيش فيا؟ انا صاحبتك واختك زعما، وغادي تعيشي معايا بخير وعلى خير. قالت لي غادي تعيشي معايا مبرعه، غير كوني هانيه وما تبقيش تعكسي معايا منين نقول لك شي حاجه. قلت ليها صافي كوني هانيه. كنا كنخرجوا كل سيمانه غير بالسبت لذاك الفيلا، وفي نفس النهار الحد كان فيقو حتى لديك 4 العشيه. بقينا هكا ديما.
حتى لهنا كل شيء غادي مزيان، حتى لهنا كل شيء غادي مزيان، مازال ما وقع والو. المهم الحمد لله حتى درت 18 سنه. كنا في هذيك الفيلا، البنات كيشطحوا وانا كنبكي حيت كنشوف حياتي كتضيع وما قادرش نرجع للدار. لقاتني مروه كنبكي، قالت لي مالكي اش واقع عليك؟ قلت ليها اليوم كملت 18 سنه. فرحات وقالت لي كبرتي دابا مزيان. قلت ليها شنو كتقصدي؟ قالت لي وانوضي شطحي وفرحي براسك، كنتي راكي جالسه كتبكي. داكشي اللي درت، شطحت قدام الرجاله وكلشي بقى كيشوف فيا. في هذيك الليله كلشي مشى في حالاته، بقيت غير انا ومروه واحد جوج ديال الرجاله. وهنا فين غادي تخرج ليا على حياتي. دخلت للبيت، جات عندي وقالت لي داك السيد غادي يتهلا فيك، واش ما بغيتيش تعيشي بخير وتولي عندك الفلوس؟ قلت ليها قالت لي ايوا ديري لي خاطرو. جاب لي الشراب وقال لي ما تخافيش غادي يعجبك. زعمت وندمت، شربت الاول والثاني ايوا وزادني الثالث والرابع، وقال لي انتيا غير شربي ما غادي نديرو حتى شي حاجه، غادي غير نجمعو. درت حتى ضغط. المهم ما قدرتش نحرك يدي، جاتني الدوخه وانا نطيح على الناموسيه. ايوا تما فين غادي يمشي ليا شرفي، وغادي نسمعو كيعيط المروه. مشى وانا بقيت تما في هذيك البيت طايحه، ما عقلتش على راسي وما عقلتش على اشنو وقع حتى للصباح. منين فقت شفت الدم تما عاد عرفت اش وقع ليا. ما سكتش من البكا. جات مروه وبدات كتسكت فيا، ضربتها وبغيت نغوت عليها. هذيك الساعه قالت ليها غادي نمشي لك للبوليس. قالت لي سيري نتيا هربانه من داركم، وباباك ملي غادي يلقاك اش غادي يدير فيك، حسن لك تكمشي. اصلا هذاك السيد راه ناوي يتزوج بك، ما تخافيش ما غاديش يسمح فيك. تيقتها وكان كيتسحب ليا بصح. حتى لواحد النهار غادي نخرج بوحديتي، ما بقيتش كنخرج معاها بزاف، ما بقيتش كيف كنت. مشيت لواحد الكافي وهنا غادي نتلاقى بالشخص اللي غادي كان طالع ليا الدم بزاف. خديت واحد العصير وجلست على جنب البحر في هذيك الكافي باش هكا نطلع الطاقه الايجابيه شويه. المهم هو يبان ليا واحد الدري قبالتي، كان كيشوف فيا، جاني بحال داك الشمايس اللي باغيين غير حاجتهم. حيت صافي وليت قاصحه بزاف وما بقيتش كنتيق. هو يجي لعندي وجلس حدايا. قلت ليه مالك اش باغي؟ قال لي عجبتيني عطيني نمرتك. المره الاولى ما بغيتش صافي، ومن بعد عطيتها ليه حيت غادي يبقى مصدعني. بقيت شويه ومشيت للدار. قالت لي مروه فين كنتي؟ وليتي تخرجي بلا بيا، طوالوا ليك الرجلين. قلت لها ماشي سوقك من اليوم كل وحده تدخل سوق راسها. بالليل صون عليا داك الدري حيت كنت بدلت النمره، عرفتو باللي هو. قلت ليه وشنو بغيتي؟ قال لي عرفتيني؟ قلت ليه انت اللي عطيتيني النمره في الكافي. قال لي الزين، انا اللي عطيتك النمره وبغيت نتعرف عليك. قلت ليه شوف داك الهضره خليها عندك، جيني نيشان وقول لي اش بغيتي. قال لي بغيت نتلاقى معاك. قلت ليه صافي واخا. مع ديك الخمسة د العشيه في نفس الكافي مشيت ثاني بنفس الحوايج وحالتي، لقيتو جالس تما. عرفني، قال لي سميتو مهدي وفي عمره 30 سنه، خدام وساكن بوحدو. قال لي انتي؟ قلت ليه سناء وسكت. هو ما زادش سولني وانا ما زادش هضرت، حيت اصلا ما كنش واخده هاد العلاقه يعني بجديه. شكون غادي يقبل على وحده في حالي؟ المهم دزنا واحد المده وبدينا كنولفوا بعضياتنا، كيهضر معايا ديما وكنتلاقاو ديما، ولينا كنخرجوا. واحد النهار قال لي بغيت نجي لداركم. الصراحه صدمني، قررت انني ما غاديش نوافق، وفي نفس الوقت قلت غادي نصارحو. الا بغى غادي يبغيني هكذا، ما بغانيش صافي غادي كل واحد يشد طريقه. عاودت ليه كلشي القصه من الاول حتى للتالي. بقى غير ساكت ومصدوم ما هضرش كاع حتى نطقو. قال لي نوضي نوصلك لداركم. قلت ليه انا صافي بلاش، انا ندير رجليا نمشي بوحديتي، ما بقيتيش باغيني نقولها ليا ولد الناس الله يعاونك. صافي مشيت في حالتي للدار وهو يصوني عليا وانا ما كنجاوبش. عاود صيفط ليا ميساج قال لي خرجي عندي دابا ضروري بغيت نهضر معاك. قال لي انا بغيتك تجمعي حوايجك وغادي تمشي معايا، غادي تمشي معايا للدار، ما نقدرش نخليك هنا مازال. الصراحه ما قدرتش نثيق فيه، حيت في نفس الوقت واخا كنهضر معاه الشي اللي داز عليا ما خلانيش نهائيا. قال لي واش ما كتثيقيش فيا؟ قلت ليه انا راسي وما بقيتش كنثيق فيه. في هذا الوقت قال لي واش بغيتي ترجعي لداركم؟ قلت ليه ما كرهتش ولكن فات الحال. قال لي ما فات لا حل لا والو، واش ما غاديش تمشي معايا؟ قلت ليه صافي غادي نصوني لك في الليل. قال لي لا غادي نمشي معاك دابا وغادي نتسناك قدام الباب. صافي قلت ليه يلاه معايا. مشينا دخلنا للدار. مروه قالت لي هاي وليتي تدخلي عليا الزوافريه. قالت لي شحال غادي يعطيك؟ وبقات كتضحك. دفعها مهدي وقال ليها سناء غادي تمشي معايا. بقات كتضحك وقالت ليه ما يمكنش حيت ما تقدرش. قلت ليها لا الزين غادي نقدر، شكون اللي غادي يمنعني مثلا نتيا؟ ودابا اللي في جهدك ديريه. سكتات
شدني مهدي من يدي ومشينا. بقات غير كتشوف فيا. مشيت معاه للدار وعطاني بيت النعاس. هو نعس في الصالون وانا نعست في بيت النعاس. الصراحه ما قربش ليا. وفي الصباح قال لي غادي نمشيو لداركم. انا ما بغيتش ولكن قنعني. ومن بعد مشينا لمدينتي وقلبي كنحس به غادي يسكت من بلاصتو وخايفه. ولكن هو بقى شد ليا في يديا وقال لي انا معاك ما تخافيش. مشينا للحي اللي فيه ساكنين حنا. كل شي كيشوف فيا. قلت ليه لا ما قدرتش. قال لي صافي حنا دابا وصلنا وغادي ندق في الدار. سمعت صوت ماما كتقول شكون. انا ما جاوبتش حيت ما قدرتش. الدرب كامل كيطلل علينا. ماما حلات الباب وملي شافتني سخفات في الارض. هزها مهدي. بقيت كنبكي. ملي طلعت للدار لقيت بابا مريض وشد الفراش وما بقاتش ما كيقدرش حتى يهضر. فاقت وعنقاتني وبقينا كنبكي وقالت لي باباك راه مرض وما بقاش كينوض من الفراش حتى الهضره ما كيهضرش. مشيت عنقته وكنبكي وكنقول ليه عافاك نوض ضربني. انا حداك شديت ليه يديه وكنضرب وجهي وبقيت كنبكي واخا ما قادرش يتحرك. مهدي هضر مع ماما وقال لي انا بغيت بنتك للزواج ولكن ما قلنا لماما والو وكملت بالحلال. وفي الاخر هذه هي قصتي. نبغي نوجه نصيحه لاي وحده. الا عندك المشاكل مع داركم راه كيضربوك ولا كيعنفوك من المحبه ديالهم. عمر والديك ما غادي يكرهوك. عمر خوتك ما غيبغيو لك الضرر. وعمرك تثقي في الصحابات حيت الصحابات كلهم غدارات. غادي غير يبغيو يخرجوا لك على المستقبل ديالك وعلى حياتك. انا ندمت واحد الندم اللي ما نفعنيش. الحمد لله لقيت ولد الناس اللي سترني ووقف معايا في المحنه ديالي. وما نبغي حتى شي وحده طيح في هادشي اللي طحت فيه انا. خليو لايك وابوني لهاد القناه وما تنساوش تبارطاجيو القصه.